اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى اقولك على معلقه هتحطيها وانت بتخزني الفراوله، ما شاء الله بتطلع زي العسل، وكمان اكنك لسه مفرزاها ولونها بيفضل احمر وجميل زي ما انت شايفه كده. هنا كنت ما شاء الله جايبه كميه من الفراوله، اي زي ما انت شايفه كده. انا بنضفها وبغسلها على الحوض، طبعا غسل الحوض منضفاه ومنزله فيه الفراوله زي ما انت شايفه. بشيل العنقود اللي من فوق ده وبغسلها كويس جدا. بعد كده هجيب السكينه واشيل الحته اللي هي ايه تبقى خضر شويه دي من فوق. وبعد كده يا ست الكل بصفيها، بحطها في مصفى زي ما انت شايفه كده. يعني ما تحطهاش في طبق مقفول، لا، الفراوله يا جماعه وانتوا بتغسلوها حطوها في مصفى عشان ما يبقاش فيها اي زيادات من الميه. هنا بقى بقولك المعلقه اللي انت هتحطيها في الفراوله ايه هي المعلقه اللي هنحطها في الفراوله عشان تفضل طازه، ولما تحطيها في الفريزر تطلعيها وتبقى لونها جميل واكنها ان شاء الله فريش وطازه اكنك لسه جايبها. هنا بقى بتحطي الكميه اللي انت محتاجاها، اي كميه براحتك. هنا بقى ما شاء الله حطيت في اكياس كبيره واكياس صغيره. هتقولي انت حطيتي ليه في اكياس صغيره؟ عايزه اقولك مثلا بعمل مثلا وصفات حلويات تبقى محتاجه صوص فراوله وكده، فبعمل اكياس كبيره للعصير واكياس صغيره للوصفات الايه الحلويات. هنا زي ما انت شايفه ما شاء الله عملوا الكميه زي ما انت شايفه اهو، بسم الله ما شاء الله كميه كويسه جدا. وطبعا رمضان دخل علينا، كل سنه طيبين. محتاج عصير، محتاج حلويات. هنا بقى المعلقه اللي انا هقولك عليها معلقه من السكر. معلقه من السكر تقدري تحطيها على الفراوله. انا حطيت الفراوله زي ما هي، ما قطعتهاش ولا اي حاجه. هنا في اكياس حطيت فيها سكر، واكياس عايزه اقولك ما حطيتش فيها سكر. يعني تقدري تخزنيها من غير سكر وتقدري تخزنيها بالسكر. معلقه السكر دي اللي هي معلقه للايه، يعني لو انت هتخزنيها مده طويله تقدري تحطي فيها معلقه السكر دي ليه لماده حفظ يعني. بألف هنا وشفا، وفي ليها وحطيها في الفريزر وتطلعيها اكنك لسه جايباها.